السلام عليكم. الحلقه ديال اليوم ماشي قصه، ولكن مؤخرا كنت كنهضر مع واحد الصديق ديالي اللي كان عنده واحد لونتروتيان غادي يدوزو، وكان داك النهار متوتر مخلوع. فاش كنقول له مالك كيقول لي لونتروتيان ما عرفتش شنو فاش غيسولوني. فاذا كنت انت ولا انت غادي دوزو اونتروتيان فهاد الحلقه ليك. معظم الناس ولا كل الناس فاش كيكونوا غادي يمشيو يدوزوا واحد لونتروتيان كيكونوا كيفكروا كيفاش غادي نمشي، شنو غادي نلبس، كيفاش غادي نتقاد، كيفاش غادي نبريزونطي راسي، وكيفاش نبان بمظهر جيد وتكون الطريقه ديال الكلام ديالي مقنعه باش نتقبل في داك الخدمه. ولكن اللي ما كنفكروش فيه هو داك الطرف الاخر، داك المشغل اللي غادي يشغلنا. واش فعلا يستحق داك المجهودات اللي كنبذلو؟ انا هنا في هذا الفيديو ماشي باش نقول لك كيفاش غدوز انت لونتروتيان، ولكن غادي نقول لك الا مشيتي دوز شي اونتروتيان شنو هما الامور اللي تنتبه لهم، شنو هما الامور اللي انت تاخذهم بعين الاعتبار باش تعرف راسك انت واش تكمل في داك الخدمه ولا تمشي في حالك احسن لك. اول حاجه فاش يهضر معاك داك الريكروتور ولا داك الباترون ويحدد معاك واحد الموعد، يدير معاك العشرة باغ اكزومبل وتمشي في الوقت ديالك وتلقاه باقي ما جا، او تلقاه هو كاين في البيرو تما ولكن ما استقبلكش مع العشرة، خلاك منشور تما واحد الساعه الا ربع ولا ساعه وانت غير جالس ما كدير حتى حاجه، غير كتسنى وهو ما كيدير والو، غير كيهضر في التليفونات وكيدور من هنا لهنا وجالس كيدور في داك الكريسي ديالو. فهنا عرف بان هاد صاحبنا هذا ماشي باترون اصلا، هذا من داك الناس اللي كتطلق عليهم مول الشكاره وصافي. هنا احسن حاجه ديرها في راسك هي انك تنوض تخرج تمشي في حالك، لان صاحبنا هذا وبكل بساطه شنو كيبين لك؟ كيبين لك بانني انا لو باترون، انا اللي نحدد الموعد وانا اللي نلغي الموعد، بمعنى انه كيروضيك على انك تكون كتسمع فقط الاوامر وبانك تمشي غير بالتحركات ديالو. قال لك طلع طلع، قال لك نزل نزل، درت معاك العشرة ولكن انا بغيت ندخلك حتى ل10 ونص وحتى ل 11 دولار ماشي مشكل. فهنا سير في حالك حسن لك. الحاجه الثانيه هي ملي تدخل عند هذا الريكروتور هذا البيرو ديالو، اللي المفروض ان ذاك البيرو هو مكان رسمي للعمل للخدمه ماشي للحياه الشخصيه. تدخل عنده البيرو لوح عينيك، اذا لقيتيه معلق التصاوره ديالو في الحج هرب اخويا سير في حالك، عرف بان هذا اكبر نصاب غادي تتعامل معاه، كيدرق النصب ديالو بالتصاوره ديالو في الحج. فمن الاحسن اخويا قلب الدوره وسير في حالك. الا ما كانش هادشي هذا كامل ودخلتو في لونتروتيان، لونتروتيان اللي المفروض انه يسولك انت على المهارات ديالك، على لي كومبيتونس ديالك، على لي فورماسيون اللي درتي وعلى شنو ممكن تقدم لهاد لا سوسيتي باش تحرك، لقيتيه ما كيسولكش هاد المسائل هادو كاملين وكيهضر على راسو هو وعلى الانجازات اللي ما دارهمش، اللي كان كيحلم انه يديرهم. كيقول لك انا اللي درت هادي، انا اول واحد دار هادي، وكيهضر غير على راسو ومعتز غير براسو كانه محور الكون وان الشمس كتطلع غير باش تضوي عليه. فهنا اخويا غير يسالي هضرتو، احسن حاجه دير هي تمشي في حالك ما تدورش موراك، وعرف بان هذا النوع هذا اي حاجه زوينه واي مجهودات درتيهم غادي ينسبهم لراسو، واي خطا واخا يديرو هو غادي ينسبوا ليك. فاذا كان عندك طموح وكنت باغي تبني الكارير ديالك وباغي تخدم على راسك فهاد الخدمه راه ما صالحاش ليك. رابع حاجه واهم حاجه هي فاش كندوزو الهضره على الصالير. الا لقيتي بان هذا الباترون ديالك كيقول لك هذا النوع من الجمل، شوف غتبدا معايا وبشويه بشويه غادي نزيدو لقدام وغادي نكبروا. دابا راه عرفتي من بعد غادي نزيدك ان شاء الله في الصالير، دابا غير صبر معايا راه الحاله ماشي هي هذيك، وهاد الخبيزه اللي كيجيبها الله كنقسموها بيناتنا كل واحد كيدي طريف. هنا اخويا نوض هرب، ما توقفش اخويا وما تدورش موراك، هرب 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 وهرب. تحياتي لكم، الله يسهل على الجميع، السلام عليكم.